ويا هلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. طبعا طولنا عليكم بس جبنا لكم يعني فيديو خرافي. المهم ما نطولش عليكم، اليوم الفيديو تبعنا من مدينة الجمال ومدينة الأنهار إلى طبعا أعماق الغابة. أيوة أعماق الغابة. طبعا حنكتشف اليوم مع بعض يعني غابة صراحة مخيفة جدا، بس قررنا أنا وبناتي نخوضوا هذه التجربة معكم حبايبي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وخليكم من آخر الفيديو. Qui mène à l'endroit où on veut aller. Normalement, c'est à gauche. Du coup, on va aller à gauche. On va regarder si c'est là-bas. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'elles viennent. Et moi, je sais pas du tout. Je sais même pas si c'est quoi ces endroits. Voilà. Et on va aller sur le pont. Potager, partage, manas. C'est-à-dire tout le monde peut venir. Bref, à ce qui paraît là, on est pas loin. Du coup, ils sont trop beaux ces arbres. طبعا oui الشجرة هذه كتير حلوة، واحنا ماشيين يعني في الجهة هذه مش عارفين ايه فيه يعني. طبعا نحن نكتشف نحن وياكم كل شيء لايف. والله احنا اول مرة بنيجي هوني بس ما عارفين ايش فيه، شايفين ولكن على ما اعتقد في اجواء حلوة. لا تنو باغ البرفونسي ما تتكلمش فرنسي، كلمي عربي. طبعا انا هون بنادي على بنتي ليش؟ لانها بتقترب من الضفادع، لانه كل المكان هذا يعني ممتلئ ضفادع. Du coup là on vient de voir des grenouilles. C'est bizarre le bruit. طبعا انا هون صراحه كيف شايفين انا بتكلم بكل دهشه من منظر الضفادع، يعني جدول يعني صغير ممتلئ بنسبه 100% ضفادع. صراحه شيء غريب، عندي شيء غريب. المهم كمل الفيديو معنا ويلا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. حرفيا بنتي كانت خايفة من الحشرات اللي بتطير في كل مكان. طبعا اوكي حندخلوا في الفوغي هذه دي اول مرة طبعا، كل اكتشافات جديدة ويلا خليكم معي. وهوني بدت تتضح معالم الغابة. شوفوا قديش وشوفوا فيها شوفوها قديش حلوة. طبعا اليوم حلوة واكثر من لانجي يعني كيف ما شايفين. وبكره المفروض يكون في مدرسه، ولكن ما فيش مدرسه، هم دايرين يعني، لذلك يعني اليوم جينا نتنزهوا ونتمشوا ونشوفوا الاجواء الحلوه. يلا let's go. Je pense à faire passer là-bas parce qu'en fait il y a beaucoup de gens là-bas. Et voilà. Je pense. C'est ici qu'il y a les chevaux. Oui, tu devrais te rappeler parce que c'est toi qui es venu. Non, c'est pas ici. Mais شفنا ولقينا فيهم بوسير. طبعا كثير صباح. طبعا هوني المكان هذا بيجوا الاطفال كل سنه، يعني في كل فصل ربيع وفصل خريف وفصل الشتاء وفصل صيف. ليش؟ يعني حتى يشوفوا تطور النباتات كل فصل يعني على الطبيعه. طبعا انا جيت كنت محظوظه اني نجي مع بنتي مع المدرسه هوني، فجينا وشفنا الامور كلها حلوه. الوقت الحالي هو مكان تاريخي ولا ايه، بس الناس بتجي وبتزور يعني اماكن كلها حلوه. وين خليكي تاني تلفت ليه؟
يعني هو مكان قديم جدا، يعني عاملين تراث او يعني حاجه زي هيك، شايفين يعني، وخلين كل الاشياء على طبيعتها. هذه مزرعة. هي في الاساس مزرعه، يعني كنا بنجو هوني الاطفال بيلعبوا هوني وبيخشوا في المبنى هذا، بيخشوا في المبنى هذا. كنا نتحرك ولا حاجه هيك. Non, non. وبما انه يعني هم عندهم اشتاء دائما وعندهم كثير يعني من الوحل، فعاملين هذه الممسحة للأحذية حتى يعني لما يدخلوا للبيت أو قبل دخول البيت يستخدموها في مسح الأحذية من التراب ومن الأتربة ومن الأشياء هذه. هي هذه، فحاولنا نجربها وشايفين يعني كل الأجواء صراحة كانت أكثر من رائعة. وخليكم في الفيديو مش حنشرح لأن ديجا شرحت. يلا مشاهدة ممتعة. Du coup voilà, on vient de sortir parce qu'en fait on savait pas c'était par où, donc on a préféré أنا صورتي. والآن خرجنا طبعا من فيرم بوستير وحنمشوا في الجهة هذه بدون تصوير لوحات السيارات، حنمشوا في الجهة هذه كده. شوفوا يعني مناظر كلها طبيعية، وهذه يد بنتي طبعا. شايفين الناس كلها بتنزه وبتمشي في الاتجاه هذا. يلا خليكم معانا، يلا ما تنسوش لايك سبسكرايب. يلا مشاهدة طيبة حبايبي. Enfin, bon visionnage. Merde, avec les mouches, regardez, il y a des mouches. Oh, j'ai vu, il y a des mouches. Tu vois comme ça là? Mamie, il va pas par là-bas, c'est fermé. Maman, il va pas là-bas. Elle nous suit, c'est pas vrai. وهون في كمية نحل رهيب. بمجرد ما دخلنا المكان هذا فعلى طول بده يعني يهاجم فينا، لذلك احنا يعني كيف ما شايفين يعني اصبحنا نجروا يعني حاجة كيف هيك. Comment il rentre par là? C'est fermé? En fait, je pense qu'il faut faire le tour comme ça. هون قررنا أن نغير اتجاهنا في الاتجاه المعاكس، فلذلك يعني مشينا مرينا في نفس المكان على النحل وهاجمنا مرة ثانية. يلا شوفوا معنا، لأن في نحل هناك كتير يعني شايفين. اكتشفنا ان هذه غابة كبيرة، وطبعا اول مرة ندخل الغابة، واكتشفنا ان كذلك فيها قصر جميل. نعم قصر جميل، وانا على ما اعتقد انه هذا قصر ريبانزل. فخليكم معنا الى اخر الفيديو. الفيديو مقسم الى جزئين، هذا الجزء الاول وانتظروا الجزء الثاني حتى ما يجيش الفيديو الطويل. يلا مشاهدة طيبة.